ازيكم يا حلوين؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي. النهارده هنتكلم عن حاجه جديده ومهمه جدا بناء على طلب واحده من متابعيني الامارات. هنتكلم عن كليتي، هي كليه التربيه الرياضيه. لو انت مهتمه بالرياضه او حابه تدخلي او بتفكري اصلا انت تدخلي الكليه دي، كملي الفيديو للاخر علشان هتستفادي جدا. اول حاجه هنعرف معلومات بسيطه كده عن كليه التربيه الرياضيه علشان مش تتوهوا في الموضوع. كلية التربية الرياضية واحدة من الكليات اللي بتركز على الجانب العملي بجانب النظري. الكلية دي بتقبل الطلاب اللي عندهم شغف بالرياضة وبيتمتعوا باللياقة بدنية كويسة. عشان تدخلي الكلية لازم تعدي اختبارات معينة زي اختبارات اللياقة البدنية والمرونة والقوة، وده غير ان مجموعك في الثانوية العامة لازم يكون مناسب للكلية. تاني حاجة أقسام وتخصصات الكلية فيها أقسام كتير وكل قسم ليه مميزاته. زي أول قسم معانا وهو قسم التدريب الرياضي، ده لو انتي بتحبي التدريب وعايزة تبقي مدربة في أي رياضة أو في أي جيم مثلا. تاني حاجة قسم التربية البدنية، هنا بتركزي على التدريس في المدارس زي انك تكوني مدرسة تربية رياضية. تالت قسم معانا وهو قسم الإدارة الرياضية، لو حابة تشتغلي في إدارة النوادي والمنشآت الرياضية. كل الأقسام دي بتفتح ليكي فرص كتير في سوق العمل. تالت حاجة المواد اللي بتدرسيها في الكلية. في الكلية هتدرسي حاجات متنوعة زي التشريح علشان تفهمي جسم الإنسان كويس. تاني حاجة التدريب الرياضي علشان تعرفي ازاي تطوري الأداء الرياضي. تالت حاجة الإسعافات الأولية، ودي مهمة جدا لأي حد بيشتغل في المجال ده. معظم المواد بتجمع بين النظري والعملي وده بيخلي الدراسة ممتعة. 4. الفرص الوظيفية بعد الكلية. بعد ما تتخرجي في مجالات كتير ممكن تشتغلي فيها زي مدربة رياضية في نوادي أو في جيم أو مركز تدريب. تاني حاجة مدرسة تربية رياضية في المدارس. تالت حاجة أخصائية علاج طبيعي أو إعادة تأهيل. غير كده ممكن تدخلي مجالات زي التحكيم الرياضي أو الإدارة الرياضية. لو ناوية تدخلي الكلية لازم تجهزي نفسك من بدري لاختبارات القبول، اهتمي بالرياضة اليومية وحافظي على لياقتك البدنية، وكمان لازم تختاري التخصص اللي يناسب طموحاتك واهدافك المستقبليه. اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالفيديو. ولو عندكم اي اسئله عن كليه التربيه الرياضيه اكتبوها لي في التعليقات، وما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب لكم عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين، وانيا.